الأزمات والصدمات بتتوالى على نادي الزمالك. كريم حسن شحاتة هو كمان بيصدم جمهور نادي الزمالك. خليك معايا وهقول لك بعض الحاجات المهمة عن نادي الزمالك. في البداية كده وقبل ما اتكلم حابب اقول لك، لو انت زملكاوي على ما تفرج عايز تسمع اخبار حلوة بس عن نادي الزمالك فما تسمعش الفيديو ده، لان الفيديو ده هيخنقك اكتر ما انا مخنوق. اما لو انت زملكاوي ومحب لنادي الزمالك ويهمك ان انت تعرف كل اخبار نادي الزمالك فاسمع معايا الكلام ده للاخر. وطبعا لو انت اهلاوي شامت اسمع الكلام ده هيعجبك. بص يا سيدي، في البداية كده وقبل ما نتكلم في موضوعنا، نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيعلن عن اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر. لازم يجتمع 4000 عضو بشخصهم، ما ينفعش ان هم يبعتوا مندوبين عشان يوقعوا في الكشوفات عشان يشوف وضع النادي رايح فين. ثانيا، حسين لبيب قرر ان هو ينسحب من بطولة افريقيا لكرة اليد، وده نظرا لعدم وجود سيولة مالية. نمرة 3، نادي الزمالك اصبح عليه ديون لا حصر له. نادي الزمالك كان واخد قرض ب 250 مليون، وكمان اخد قرض ب 300 مليون، وكمان واخد فلوس من ارض اكتوبر، وكمان كل اللعيبه ليها مستحقات. فين الفلوس دي؟ مفيش فلوس. طب يا ترى اللعيبه هتاخد مستحقاتها؟ مفيش فلوس. الغريب ان نادي الزمالك رغم كل الديون اللي عليه في بدايه الدوري كان ماشي اكتر من ممتاز، وكانت ابتدت الازمات بتتحل. كل الازمات دي زادت بعد سحب ارض اكتوبر. طب هل ارض اكتوبر هترجع؟ عشان اكون صريح معاك، ارض اكتوبر ارض اكتوبر متوقفة على الفلوس. من الاخر، ارض اكتوبر دلوقتي الحل في ايد نادي الزمالك. معاك فلوس تدفع الارض هترجع، ما معكش فلوس يبقى الارض هتروح لمين؟ هتروح للنادي الاهلي عشان نبروز الحملة الانتخابية للنادي الاهلي. والله زي ما بقول لك كده. وهتكون الارض من ضمن الدعاية الاعلانية، والارض معروضة على محمود الخطيب عشان الاهلي ياخدها ويفتح عليها فرع جديد. خلاص بقى، ارض في حتة كويسة، وارض اتعمل لها دعاية واعلان وضجة كبيرة، فهتجيب معاه. طيب، الارض دي هي سبب نكبة نادي الزمالك. على اساس الارض الزمالك ابتدى يحل مشاكله، وعلى اساس ان الارض انسحبت الزمالك زادت مشاكله. الزمالك كان بيدخل فلوس كتير على حساب الارض من بيع عضويات واشتراكات وكلام كتير قوي. طب كل الفلوس دي الزمالك محتاج يسددها لما الارض انسحبت. طب القروض محتاج يسددها. طب اللعيبة محتاج يسددوا. طب فين؟ مفيش. تقريبا كده الزمالك قريب هيشهر افلاسه. مفيش اي موارد داخله لنادي الزمالك، وكل اللي بنسمعه بيتكلموا مجرد كلام وبس. قال لك هشام نصر دفع 25 مليون عشان اللعيبه تاخد مستحقاتها، ما شفناش لعيبه خدت مستحقاتها. قال لك ممدوح عباس وعد ان ارض اكتوبر خلال اسبوع هيتم تسليمها لنادي الزمالك، وفات 10 ايام ومفيش ولا حس ولا خبر. تصريحات وبس. كل دي تصريحات وبس. طيب، حتى الشكاوى اللي الزمالك بيقدمها لا حول له ولا قوة. تعالوا نسمع صدمة كريم حسن شحاتة لجمهور نادي الزمالك في أزمة زيزو، وشكوى الزمالك ضد زيزو، وشكوى زيزو ضد نادي الزمالك. كريم حسن شحاتة جايب لنا تسريب من اتحاد الكورة. تعالوا نسمع كده مع بعض. الشؤون القانونيه او اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره هتاخد قرار في شكوى زيزو ضد الزمالك وشكوى الزمالك ضد زيزو. انتوا عارفين الاثنين شاكين بعض. المعلومات اللي جات لي ان شكوى نادي الزمالك ضد زيزو هتحفظ، هتترفض، مش هيبقى في شكوى، مش هتترفض، مش هتحفظ، لا هتترفض، لان اتحاد الكوره او اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره هيقول لك ان زيزو له الحق في ان الزمالك ما قدرش يثبت ان زيزو مضى او وقع للاهلي في وقت اثناء الموسم، اثناء لعبه في نادي الزمالك. فاللي هيحصل، وانا بقول لكم بقى انفراد اتحاد الكوره او اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره هتحكم لصالح زيزو، وزيزو هياخد مبلغ كبير من نادي الزمالك، بس هيتخصم منه بعض الغرامات اللي الزمالك
كان خصمها من يعني زيزو. كريم حسن شحاتة على حسب ما بيقول جايب الخبر من شخص موثوق منه في اتحاد الكورة ان مش بس شكوى الزمالك هتتحفظ، لا ده الزمالك هو اللي هيدفع لزيزو. مش بقول لك ازمات بتتوالى. كل ده ليه؟ عشان الزمالك اول الموسم كان ماشي كويس. مفيش شك ان الادارة اسوأ ادارة جت لنادي الزمالك، مفيش اختلاف على الكلام ده. بس احنا اللي يهمنا نادي الزمالك مش الادارة. الادارة دي مش هتعمل اي حاجة. ويا ريت في اجتماع الجمعية العمومية نسمع كده خبر ان هم شالوا الادارة اللي موجودة باجماع من اعضاء الجمعية العمومية. الادارة دي انا بقول لك انت كده خلاص، يعني السنة دي راحت منك كل حاجة. فبص على اللي جاي وحسن الزمالك. احنا معانا 15 يوم نحاول نعمل فيهم اي حاجة صح. بس بالوضع ده كل اللي حوالين نادي الزمالك منتفعين، محدش فيهم بيحب نادي الزمالك. كل اللي بيطلعوا يتكلموا ويقول لك الزمالك الزمالك الزمالك. في شخصيات كتير راكبه الموجه وبيطلعوا يتكلموا باسم نادي الزمالك، مع العلم ان الشخصيات اللي بتتكلم دي كلها لو حبوا يساعدوا نادي الزمالك هيخرجوا نادي الزمالك من اي ازمه. المشكله عند نادي الزمالك الاولى والاخيره هي مشكله ماليه. كم رجال الاعمال اللي بيطلعوا يتكلموا باسم نادي الزمالك، وكم التصريحات اللي بتطلع، وكم اللعيبه القدماء اللي يملكوا الكثير والكثير. ما انت لو عايز تحل مشكله هتحل مشكله. ابسط مشكله عندك هي مستحقات اللاعبين. تقدروا تحلوا المشكله وتخلوا اللعيبه دماغها تكون في الملعب وبس. بصراحه كلام كتير عايز اقوله، بس عشان اتكلم واحكي محتاجين ساعات وساعات. واعذروني لو طولت عليكم، بس انا في الاول قلت لكم لو انت هتتخنق من كلامي سيب الفيديو وامشي. بس لو انت خايف على الزمالك اسمع الكلام للاخر عشان تفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي وايه اللي ورط الزمالك الورطه دي.